يا ابن ذي الجوشن، أنا موافق على الانسحاب الآن، لأن سيدي الإمام الحسين بن علي يدعو إلى الصلاة الآن. فلنترك الحرب ريثما أذهب وأصلي، وأنتم حينها تستريحون برهة من الوقت يا شمر. يا ابن القين، إن رجعت إلى الميدان فأنا الذي سأمزق نحرك وسوف أقسم عنقك. ليتك تبقى مرة على كلامك وتثبت رجولتك. أنا عائد بعد الصلاة إلى الميدان ميالا لقتالك أنت، فإن تخلفت فأنت أقل من كلب. وكسر زهير حصار الرماح والسيوف وعاد كالفراشة محلقا ليؤدي صلاة العشق، وكأنه كان مقدرا له أن يقتدي بابن بنت رسول الله في صلاته الأخيرة. عار عليكم يا شمر، لا يزال ابن القين في الميدان مرتجزا. هذا أشبه بالمعجزة يا ابن سعد. ما هذه بالحرب وحسب، لا أبا له، كأنه فيل هائج كلما صاح فيهم صعق الرجال. ابن القين لا يعادل الحسين بن علي. وماذا ستفعلون مع الهاشميين سواعد الحسين بن علي والعباس بن علي؟ لا شك في أنه إن دخل الميدان فسيموت رجالك خوفا وفرقا. لن أستبعد ذلك. لا يقف أمام العباس بن علي إلا من يحمل قلب أسد. كفى قتال المناجزة، احملوا عليه جميعا، فليهجم الجيش كله على المخيم واكفونا شر الحسين بن علي. الحسين بن علي يريد أن يصلي، ويريد منا أن نؤجل الحرب ريثما يؤدي الصلاة. ليصلي يا شامر، ليصلي، واقضوا عليه بعد الصلاة مباشرة. أحقا تريدون أن تسمحوا للحسين بن علي بأن يصلي؟ الصلاة واجب شرعي يا بني، لا نستطيع أن نمنع الفريضة الواجبة. إذن خسرتم الحرب. ماذا تقول؟ هؤلاء جاءوا لقتال الحسين بن علي ظنا منهم أنه كافر وخارج عن دين الله، لكنهم عندما يرونه يترك الحرب من أجل الصلاة سيعرفون أنهم مغرر بهم. هذا نظر صائب. أليس كذلك يا شمر؟ نعم طبعا، إن رأي نجلكم صائب ودقيق للغاية، ولعل الحسين بن علي يريد أن يوقظ أفكار الكوفيين الغافلين. هل علينا أن نمنع الحسين بن علي من أداء الصلاة؟ قل. ماذا أقول؟ أنت القائد وأنا الجندي. لا يا شمر، لا، امنعوهم من الصلاة.
كان زهير قد حلق من أعلى الأرض. كان يعد نحو الميدان كأنه طفل فاتح ذراعيه لأحضان أمه. أتم الصلاة وذهب إلى الميدان عطشانا. بعد ذلك سمعت عن لقاء زهير بالإمام الحسين أقوالا كثيرة، لكن زهيرا لم يتحدث عن ذلك مطلقا. ماذا سمعت؟ مثلا سمعت أن الإمام الحسين بن علي وضع أمام زهير لوحا كتب عليه أسماء شهداء نينوى، وكان اسم زهير قد نقش بين هذه الأسماء. وسمعت أن الإمام الحسين أرى زهيرا من بين إصبعيه كل شيء عما حدث في كربلاء. هنيئا لزهير، وقد استطاع اللحاق بقافلة الحب. أما المختار الثقفي فيا لغبنه وغمه، لأنه لم يلتحق بها. رباهما الحكمة في ذلك اللحاق وهذا التأخير. إن الحكمة هي التي جعلت علي بن الحسين مريضا لكي لا تبقى الشيعة من دون إمام، والحكمة نفسها هي التي أبقت المختار في السجن لكي لا يبقى الشيعة من دون منتقم. أنت يد الله التي ينتقم بها من الظالمين. مختار، اذهب إلى مكة وارمي الجمرات وحطم ما في وجودك من أصنام واغتسل بماء زمزم. إن الثواكل وأهل العزاء في مصيبة الإمام الحسين يريدون المواساة.